حل نهائي لمشكلة اللاج والسخونية في لعبة فري فاير. طبعا اكيد دورت على طرق كتير انك تشيل اللاج من اللعبة، وتقول العيب في تليفونك والعيب في الرامات والعيب وتجيب الحجج. ولكن حابب اقول لك هناك اشياء لازم تفعلها هتخلي اللاج يروح نهائي ومفيش سخونية هتكون في جهازك. تابع الفيديو الاخير عشان تفهم الشرح ازاي. اول حاجة متنساش الصلاة على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وانزل دلوقتي تخبط لايك وتعليق محترم زيك. ويلا بينا ندخل في الشرح العملي. اول حاجة يا جدعان هننفذها من اعدادات اللعبة، وهي معروفة العرض، ودي سبب بسيط ولكن هو ليس هو السبب الرئيسي. هتخش على اول حاجة على البروفايل وتروح على التسجيلات، وهتلغي اللي هو حفظ الفيديوهات تلقائي، وهتوقفها عشان دي بتستهلك من الرامات وبتستهلك من تخزين الجهاز بتاعك، وبتخلي الجهاز بتاعك يسخن والمعالج والرامات يسخنوا معاك ويحصل لاج في اللعبة. ونروح للتاني حاجة بقى وهو في الاعدادات، ونروح على العرض عشان نقول لك تعمل الاعدادات الجرافيك هتخليها ناعم، ومجموعة التسعيرات الخاصة ايقاف، ومعدل الاطار برضو ايقاف. زي ما انت شايف كده هتخلي الجودة اقل حاجة عشان اللاج بتاعك يروح نهائي، مش يحصل سخونية ولا تقطيع في اللعبة. وده كان لعبة يا جدعان بخلال تليفون ضعيف جدا جدا، كان رامات 2. كنت بنفذ الحاجات دي ما كانش بيحصل لاج في اللعبة خالص يا جدعان. بخلي الجرافيك اقل حاجة وبقفل التسجيلات، بوفر مساحة في التليفون. هتلاقي نسبة الهوت شوت فرقت معاك بنسبة كتير جدا جدا. نشوف تالت خطوة هي في الاشعارات. اهم حاجة توقف جميع الاشعارات اللي بتجيلك وانت بتلعب يا جدعان، لازم توقفها وتلغي جميع الاشعارات اللي بتوصل لك وانت بتلعب. وبعد ما تخلص لعبة يا سيدي اطلع والغيها زي ما انا بعمل كده بالظبط. بخش على كل الاشعارات اللي بتيجي، وحتى بشيل الرنات وبعمل التليفون وضع الطيران، وبخلي التليفون اكنه حتة حديدة بس مخصصة للعبة فري فاير. واخر خطوة واهم خطوة يا جدعان وهي نسبة الدي بي اي. لازم تقلل نسبة الدي بي اي عن الطبيعي، متخليها عن الطبيعي اقل بنسبة 20 ل30 نقطة. زي ما انا بعمل لو كانت 100 هتخليها 120. بعد ما تخلص لعب يا سيدي رجعها للطبيعي بتاعتك عادي عشان تمنع اللاج والسخونية. وبس كده يا جدعان جربها وهتلاقي في فرق كبير جدا في السرعة وفي الاداء وفي الهيد شوت. هتلاقي الهيد شوت بيجي معاك تلقائي زي ما انت شايف كده يا جدعان. بعد ما نفذتها تلاقي الهيد شوت من غير سكوب من غير اي حاجة، بتلاقي الهيد شوت معاك ظبط، واللعبة ما عادش بتلاج معاك ومفيش سخونية. تلاقي الجهاز بتاعك سريع بسبب الاعدادات والحاجات اللي انا قلت لك عليها. وبس كده يا جدعان، سلام.